ريم شخصية بسيطة، حربوقة شوي. بتعتمد بهذا النص على، هي عايشة ضمن عائلة فقيرة. بصير شوي مشاكل لها علاقة بمشاكل البنت بالمجتمع اللي بتتعرض لها من خلال ابن صاحب المعمل. بيكون دائما واقف جنبها الأب، هو الأب دائما بيكون واقف جنب أي حالة لها علاقة بشي غلط بهذا المكان. بصير في شيء له علاقة بقصص درامية بتتعارض معه خلال هاي بالمرحلة اللي عم بتنعرض فيها أحداث النص. بس بتتأثر أو ما بتتأثر، بتتعامل بدهاء بذكاء. هلا ما رح كتير أحكي عن شخصية ريم لأنه خلي الناس تستنى شو عم بيصير بالولادة من الخاصرة. فيه شخصيات كتير مهمة، فيه قصص درامية بتلمس المجتمع، وإن شاء الله يا رب هيك يكون على قد المسؤولية والناس هيك تستمتع وهي عم تتفرج علينا. هذا النص مشكور سيد سامي الرضوان على الكتابة الظريفة، في شيء بالخطوط الدرامية عم يلمس المجتمع بطريقة كتير يعني حساسة. بنفس الوقت المخرجة العظيمة اللي أنا دايما بتمنى أكون معها بكل أعمالها، يعني هي حدا بتقرا صح، حدا بتشوف شخصيات صح، حدا بتعيش الشخصيات المكتوبة بطريقة كتير حلوة، بطريقة كتير صح. يعني لما انت بتتابع اي عمل لرشا، مو انا هذا مو الحديث، مو انا بقوله، الناس اللي بالشارع او الناس اللي عم بتشوف اللي هي برات مهنتنا، دايما في ملاحظة بسمعها من الكل انه رشا ممثلين بيلعبوا، ممثلين حقيقيين. هي احلى حاله عندها. هلا كيف اريان النصر شو هسه ما بعرف لانه اليوم اول يوم تصوير معها، بس مؤمنه ايمان مطلق بانه هي عم تعمل شيء كتير مهم، لانه قراءاتها دائما صحيحه وبتروح باتجاهات كتير بتخدم النص، ودائما في هارموني بينه وبين اي كاتب تختار له نصه. فان شاء الله يا رب بتمنى لها التوفيق، وبتمنى للكل القائم على هذا العمل من شركة منتجة لممثلين